أفرحهم وأرجع لهم المثيل بإذن الله. جمهور الاتحاد يحب بالتأكيد ومنتظرين الكثير منك بالقميص الاتحاد، لكن خلينا نروح للجمهور المغربي. الجمهور المغربي أيضا عاشق لحمد الله، ونحن على أبواب كأس العالم، وهذه بطولة ما تتكرر دائما في تاريخ اللاعبين. كيف تواصلك كابتن عبد الرزاق مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي؟ في تواصل بينكم، خاصة ان احنا على وشك اسبوع من اعلان قائمة المنتخب المغربي، وكثير من الجمهور المغربي وايضا من الجمهور السعودي يتمنى ان يشاهد عبد الرزاق حمد الله على ارض الميدان في مونديال الدوحة. كما ذكرت، خليني أبدأ لك بالنقطة الأولى اللي هي الجمهور المغربي. أنا ممتن كثيرا 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 للجمهور المغربي، الجمهور الذواق، الجمهور اللي يعرف الكورة ويفهم في الكورة. أشكرهم كثير على مساندتهم لي يعني طيلة الفترة الماضية، بالرغم من أني كنت مستبعد من المنتخب المغربي، لكن لهم كل الشكر والتقدير. أما بالنسبة لتواصلي مع المدرب وليد الركراكي، فأكيد هناك تواصل بيني وبينه طيلة الفترة الماضية، وحتى مع مساعد المدرب السيد رشيد بن محمود. وهذا التواصل فهو تواصل مثل التواصل مع جميع اللاعبين المغاربة، يعني اللي ممكن أنهم يروحوا لكأس العالم. وأنا جد سعيد يعني بالحوار اللي كان بيني وبينه، وإن شاء الله نتمنى الخير في الأيام المقبلة بإذن الله. مشتاق للقميص المنتخب المغربي كابتن عبد الرزاق؟ نعم، مرة أخرى أخوي. هل أنت مشتاق لارتداء القميص الوطني المغربي؟ أنت سألتي سؤال اللي المفروض ما يسأل. يعني أكيد البلد يبقى البلد، والوطن يبقى الوطن، والمنتخب هو جزء من الوطن. أكيد مشتاق لهذا القميص الغالي، لأنه بالرغم من أنه لعبت في عدة أندية وفي أماكن كثيرة، لكن لا شيء يعدل حمل قميص المنتخب.